السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض كيكة بالشوكولاتة حلوة جدا جدا وسهلة واقتصادية وبسيطة، وتنفع كمان في اعياد الميلاد. بجد حلوة جدا جدا وهتعجبك. انا معايا كوباية هنا من السكر، وكوباية من اللبن، ونص كوباية من الزيت، وبيضة، وباكو بيكنج باودر، وكوباية ونص دقيق، ومعلقتين كاكاو كبار. هاخد السكر واللبن والكاكاو بس كده، هضربه في الخلاط مع الزيت. تمام. وهاخد منه كوبايه كده واركنها على جنب، احطها في التلاجة. والباقي الخليط هحط عليه بيضه والفانيليا. بعد كده هنزل عليه كوبايه ونص من الدقيق، وهقلبهم كويس جدا. طبعا انا حطيت في الدقيق باكل بيكنج باودر، والفانيليا كانت في الخلاط، وقلبتهم كويس جدا لغايه ما احصل على القوام المناسب. تمام. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولايك وشير. انا هنا عندي صينيه مبطنها دقيق وسمنه، بنزل بالخليط. انا مولعه الفرن قبلها ب5 دقايق، ودخلتها خدت حوالي تلت ساعه. انا بعملها هنا بالخله كده، هي استوت معايا علشان لما انزل صوص الشوكولاته تدخل جواها. بجد حلوه جدا وخفيفه وبين عليها هشه جدا. وبعد كده هنزل بصوص الشوكولاته اللي انا شلته في الاول. بجد هيخليها طعمها حلو جدا جدا، والاطفال تحب الحاجات دي خالص. وبعد كده عندك فرماسيل الوان، عندك اي حاجه مكسرات ممكن تحطيها. صوص شوكولاته ابيض، انا هنا استخدمت فرماسيل اللي كان عندي، وكان صوص الشوكولاته، وزينتها بيه كده. بجد ادي طعم حلو جدا وشكل حلو خالص. بجد كان طعمها هش وخفيف جدا جدا. ويا رب تكون الوصفه عجبتكم، ولايك وشير لو عجبك بالفيديو. بجد حلوه جدا جدا وسهله وبسيطه واقتصاديه، وطعمها حلو خالص. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.